فيلم النهاردة أقوى فيلم أكشن هندي لسنة 2023، وندخل في أحداث الفيلم على طول اللي بتبدأ بمضيفة طيران اسمها نيها، وهي في رحلة جوية وبتقدم الوجبات للركاب. بيجي راكب هنا من الركاب بيقولها إن هو طالب وجبة نباتية، فبتاخد الوجبة بتاعته وبتروح تجيب الوجبة بتاعتها، لأن على القايمة مفيش غير 3 وجبات نباتية بس ل3 ركاب. المهم بعدها بيشكرها جدا وبيشكرها تاني وهو نازل من الطيارة، وبيعزمها على العشاء لكنها بتكون عندها مواعيد فبترفض، فبيشكرها تاني وبيسلم عليها وبينزل. وبالليل نيها بتروح مالها ليلى هي وصاحبتها، بتشوف هناك الراكب اللي كان موجود وبتروح تسلم عليه وبيقول لها ان دي صدفة جميلة جدا. وفي اخر اليوم وهم طالعين الراكب ده بيشوف عربية المضيفة نيها وهي عطلانة وواقفة مع اصحابها، فبيعزم عليهم انه يوصلهم. وهنا بتقوله بعد ما وصلها ان هي للاسف مش هتقدر تعزمه على العشاء في بيتها لان هي عايشة لوحدها، وكمان هما لسه متعشين من شوية. المهم بيسلموا على بعض وبتطلع بعد ما بياخد نمرتها، ومن اللحظة دي ابتدوا يكلموا بعض ويتعرفوا على بعض اكتر ويبعتوا لبعض رسايل، وكمان ابتدوا يتقابلوا كتير، وخلاص بقى يكلمها كل يوم ويتقابلوا. وابتدت نيها تعجب بيه وبشخصيته لحد ما نشأت بينهم علاقة. وفي يوم نيها بتصحيه من النوم وبتقوله ان هي حامل. هو بيبقى سعيد جدا ومبسوط بالخبر، لكن نيها بتكون مترددة ومش مبسوطة قوي لان هما لسه ما اتجوزوش. حبيبها انكت هنا بيقلع الخاتم من ايده ويلبسه لها وبيعرض عليها الجواز وبيوعدها ان هو يحمي الطفل اللي جاي. وتاني يوم لما بيتقابلوا بيتكلموا في موضوعهم ان هي لازم تقول لاهلها وكده. هو انكت بيجيله مكالمة من 2 وبيقولوا له ان هم وراه، هو بيطلع علشان يكلمهم. ونيها بتكون مستغربة الموقف ده جدا وبتسأله عن الناس دي، فبيقول لها ان هو عنده شركة تأمين على الماس من 2 سنين. هو بيقول لها ان في موظف عنده ضايع ماسة بقيمة 20 مليون دولار، وبما انه هو صاحب الشركة فهو مطالب انه يدفع ثمنها. نيها بتقول له ان هو كان المفروض يقول لها من الاول، خصوصا ان هم كمان كام شهر يبقى عندهم طفل، فبيطمنها ان هو بس عايز شوية وقت علشان يسدد الدين ده. بس للاسف هم طالبين منه عملية سرقة لحسابهم والموضوع مش هيبقى بسيط خالص، فهو لحد دلوقتي مش عارف يتصرف ازاي. المهم في النهاية نيها بتقوله ان هي مش هتقدر تخاطر بحياتها ومولودها بسبب اي حاجة. وتاني يوم بياخدها انكت وبيروحوا للدكتور علشان يشوفوا المولود، وبيتم تحديد ميعاد الولادة. وانكت بيكون مبسوط جدا وبيوعدها ان هو هيكون افضل اب. بعدها نيها بتنزل تختار شوية لبس للمولود الجديد، لكن انكت بيقول لها ان دايما والدته كانت بتقوله ان ده نظير شؤم ولسه بدري شوية على الحاجات دي. وفي المول بيجيله نفس الشخصين وبيكلموه. انكت بيرد عليهم بيقولهم ازاي يعني دبر 20 مليون بالسرعة دي، فبيطلب منهم انهم يدوله شوية وقت. وبعدها بياخد نيها وبيحاول يهرب من الباب الخلفي للمول، بس بيخرجوا وراه ويضربوه. نيها هنا وهي بتدافع عنه بيضربها واحد منهم في بطنها وهما بيجروا بعدها. انكت بيروح بسرعة علشان يطمن على نيها ويوديها على المستشفى. واول ما تفوق بتسأل على طفلها اللي ما بقاش موجود، وبتقعد تعيط لما تعرف الموضوع ده. وانكت مش عارف يقول ايه غير انه يعتذر لها. بعد كده بتجيله مكالمة من الناس اللي كانوا بيهددوه، ونيها هنا بتطلب منه انه يفتح السبيكر، وبتسمع ان هما بيطلبوا منه انه لو مش هيقدر يسدد الفلوس فيوافق على سرقة الماس، وان ده الحل الوحيد قدامه. نيها بعد ما خسرت طفلها بتضطر توافق علشان ما تخسرش انكت هو كمان، وبتقرر تساعد انكت في سرقة الماس علشان يخلصوا منهم ومن تهديداتهم. المهم بعد ايام انكت بيكون حاضر في اتفاقية الماس، وبيتفق رجل اعمال هندي عن الفلوس والطريقة اللي هيوصلوا بيها للماس، وبيطمنوا بعدها ان الموبايل فيه خاصية تتبع، وانه يطمن ان الماس هيوصل في ميعاده، وكمان هيبقى محطوط في شنطة ليها ارقام سرية، وهيكون مكان التسليم في الهند. انكت هنا بياخد الراجل اللي معاه نص الرقم السري وبيحاول يعرض عليه انه يساعده ويتفقوا مع بعض انهم ياخدوا الماس، وبكده هما الاتنين هيستفادوا. وفي الطيارة اثناء الرحلة نيها بتجيله وبتقوله ان الشخص اللي قالها عليه مركبش الطيارة. انكت بيتصدم وبيقوم يدور عليه بنفسه وسط الركاب، هو بيتصل على رجل الاعمال اللي كان بيقوله ان الساعي موجود على الطيارة، هو ده بيكون شخص مجهول الهوية. انكت بيقعد على كرسي تاني وهو بيفكر يعمل ايه وايه الخطة البديلة. بيقوم بعدها لنيها وبيقول لها ان رجل الاعمال غير الراجل اللي هيوصل الماس، ودورها ان هي تتعرف عليه. وبيقول لها كمان ان هو متأكد ان هو مش هياكل حاجة ولا يشرب اي حاجة خلال الرحلة. ولما بيجي وقت الوجبات وتقوم نيها علشان توزعها بتلاقي فعلا راكب من الركاب مش عايز ياكل ولا يشرب حتى مية. نيها بتعرفه وبتبلغ بيه انكت،
اللي بيقول لها على طول تحاول تتصرف وتدخله الحمام لمدة دقيقتين. وفعلا بتروح نيها علشان تاخد الأكل من الراكب اللي قاعد جنبه وبتدلق عليه صينية الأكل وبتوجهه بعد كده ناحية الحمام. ومرة واحدة بيظهر شخص ملثم وماسك سلاحه عمال بيهدد في الركاب إن كل واحد يفضل مكانه، وبيبدأ يعلن إن الطيارة مخطوفة بركابها. وفي المطار عند مكتب الاستطلاع بيبلغ الموظف مديره إن الطيارة MX غيرت مسارها. المدير على طول بيعرف إن دي عملية اختطاف. نرجع تاني للطيارة والعصابة اللي بيكون عندها معلومة إن في ضابط جو معاهم في الرحلة. بيبدأوا يسألوا الناس ويهددوها لغاية ما واحد فيهم بيرفع إيده وبياخدوا منه السلاح بعدها وبيكتفوه. وفي الوقت ده قام واحد من الركاب يقاوم واحد من العصابة، بس مش بيحصل وبيتجمعوا عليه يضربوه. بعدها بيجمعوا كل التليفونات من الركاب في مكان واحد وبياخدوا أنت، وكمان الراجل الساعي بياخدوه بس ما بيلحقش ياخد الشنطة بتاعة الماس. والعصابة خلاص بتسيطر تماما على الطيارة والركاب. بيجي واحد من العصابة هنا ياخد نيها ويروح على كابينة الطيار اللي بتكون مقفولة، وطبعا مش مسموح له انه يفتح الكابينة. فبيبلغوا ان هم جماعة ارهابية وانه يطلب من حكومته اطلاق سراح واحد اسمه عادل مير، يا الا هيقتل الركاب كلهم واحد واحد، والمضيفة كمان هتكون اول واحدة تموت. وبيتدخل كمان مستشار الأمن القومي وبيقول إن العصابة طالبة تحرر واحد اسمه عادل مير، والمطار بتاع كولو قريب من السجن اللي موجود فيه، فهم هيفرجوا عنه بس مش هيسلموه، هيكونوا عاملين خطة. بعدها المسؤول بيبلغ الساعي إنه يروح على مطار كولو، والساعي بيقوله إن أنكت على الطيارة وبيقوله إن هو ياخد باله علشان الناس بملايين وإن هم مش عايزين يبقوا في أزمة. أنكت هنا بيعمل إن هو مش قادر ياخد نفسه وإنه عايز يروح لشنطته علشان يجيب العلاج الخاص بيه، وبيروح يدور على شنطة الماس، ولما يلاقيها بيفتح رقمها السري. ولما بياخد الماس بيحس ان في حد واقف وراه. بيطلع واحد من العصابة وبيسأله ايه اللي انت خبيته في الشنطة وازاي نفسك اتصلح كده مرة واحدة، وبيفضل يضرب فيه لحد ما ينزف بشدة. نيها هنا بتروح تقول للمختطفين ان هي عايزة تسعفه، فبيسمحوا لها وبتروح تساعده وتعملوا الاسعافات الاولية، وبتقول ان هو ما يحاولش يقوم تاني لحسن المرة الجاية يضربوا عليه النار. لكن أنكت بيقولها ان هي دي فرصتهم الوحيدة. نروح هنا لسجن كولو اللي بيكون فيه عادل مير. مستشار الأمن القومي بيكون مع رئيس المباحث وبياخدوه على مطار كولو، وبيبدأوا يسألوا مين اللي عايز يحررك من هنا، فبيرد عليهم بيقول لهم ان هو ما عندوش فكرة عن الموضوع ده. ونرجع هنا لأنكت وهو واقف ونيها عمالة بتعالجه وبيقول لها على الخطة البديلة، وانه خلاص فتح الشنطة بس هي عليها ان هي تروح وتاخده، وبيقول لها ان هي تقدر تتحجج بأي حاجة وتدخل تجيب الماس على طول. لكن نيها بتخاف على نفسها وان هما ممكن يقتلوها، بس أنكت بيصمم على الفكرة وبيجبرها. وبيرجع أنكت على كرسي تاني، وبيجي واحد من العصابة هنا يضربه قلم ويقول له انه يقعد وما يقومش تاني من مكانه. رئيس المباحث هنا بيوصل لمطار كولو وبيكونوا متحفظين على عادل مير. المباحث والامن القومي بعدها بيتفقوا ان هم وقت ما يبدلوا الرهاين هيهجموا فرقة مخصصة للعمليات دي. وهنا بيوصل الساعي وبيقول ان هو معاه اوامر ومعلومات من وزارة الداخلية، وانه جاي علشان ياخد كل الركاب في طيارة الانقاذ، علشان طبعا ياخد الراجل بتاعهم اللي شايل لهم الماس علشان محدش يعرف بوجوده. العصابة هنا بتكلم مستشار الامن القومي وبيقولوا له انه لو خايف على الركاب وسلامتهم يكونوا مجهزين عادل مير ويكون موجود اول ما يهبطوا بالطيارة. أنكت هنا بيستغل ان هما مشغولين وبيروح تاني على الشنطة اللي فيها الماس، بيتفاجئ بموبايلين عليهم ماس وبيحتار مين الحقيقي ومين المزيف. المهم لما العصابة بتخلص مكالمتها بيقدر يعرف الحقيقي من شريحة التعقب الموجودة فيه وبيشيلها بعدها، وبياخد التليفون اللي فيه الماس وبيحطه في شنطة. لكن بيجي واحد من العصابة وبيحاول ياخد الشنطة منه ويفتح، لكن أنكت بيقوله ان هي ما فيهاش غير هدوم. لكن فرد العصابة بيشوف الماس ومرة واحدة بيهجم أنكت عليه وبيضربه، وكل ده بيحصل والطيارة بتهبط في مطار كولو. نيها هنا بتسمع صوت ضرب نار وهي قاعدة، وفي نفس الوقت ده بيحاول الضابط الجوي يفك نفسه. والعصابة هنا بتكون اتلمت على أنكت وبيدوله علقة محترمة، وهو هنا بيحاول يدخل برجله الماس تحت كرسي من الكراسي. المهم الضابط الجوي بيعرف يفك نفسه، بيمسك المسدس وبيقدر يقتل العصابة، وبعدها بيطمن الركاب ان الاختطاف خلاص خلص وهم دلوقتي في امان ويستعدوا علشان ينزلوا. بعدها الضابط الجوي هنا بيلاقي أنكت وهو مربوط في الحمام وعليه قنبلة متوصلة بتليفون، ونيها على طول بتبلغ ان هم لازم يخلوا الطيارة فورا، وطبعا بيبلغوا المسؤولين اللي تحت. بتروح بعدها تفتح باب الطوارئ وتنزل الركاب، والساعي اللي المفروض يوصل الماس بياخد هنا شنطة وينزل، ونيها بتنزل في الاخر بعد ما كله بينزل. بيتذاع بعدها في الاخبار ان الطيارة MX عليها قنبلة، لكن الركاب كلهم نزلوا كلهم تقريبا بخير.
الوزير هريش هنا بيدخل في مكالمة تليفونية في برنامج بيطمن أهالي الركاب وبيبلغهم إن في متخصصين علشان يفكوا القنبلة، لكنهم أصلا بيكتشفوا إن هي مزيفة. لكن قبل ما أنكت ينزل بيروح ياخد الماس من تحت الكرسي، وبعدها ينزل من الطيارة ونيها بتطمن عليه على طول. أنكت بعدها بيسلم الموبايل اللي فيه الماس للساعة اللي تبع وزارة الداخلية. الغريب بقى في الموضوع إن لما بيطلع دعم علشان يتحقق من هوية المختطفين المقتولين بيتفاجئوا مش بيلاقوا ولا جثة ليهم على الطيارة، وبسرعة بيحس مستشار وزارة الداخلية إن في حاجة غلط وبيأمر رجالته إنهم يقفلوا صالة الركاب ومحدش يخرج منها نهائي. ولما بيروح للضابط الجوي اللي قتلهم بيتضح إنه مش هو نفس الشخص، وبيقوله كمان إن هو كان نايم طول الرحلة وما يعرفش أصلا إن الطيارة مخطوفة. بيرجع يسأل هنا في حد خرج من صالة الركاب، فبيبلغوه إن في حد لابس لبس الضابط خرج من شوية. هو بيكلم بعدها رئيس السجن وبيقوله إن دي مش عملية خطف حقيقية وبيمنع خروج الركاب. ولما بيوصل الساعي هنا لصاحب الماس بيكشفوا عليه وبيعرفوا ان هو مزيف. بيمسك على طول أنكت وبيبقى فاكر ان هو طمع وخد الماس الحقيقي لحسابه، وأنكت مصدوم ومصمم ان هو الماس الحقيقي، بيبقى طبعا مش عارف ازاي مزيف. فبيرجع يدخل حمام المطار وهو عمال يكلم نفسه ازاي الماس يكون مزيف. نيها هنا بعدها بتدخل وتحاول تهديه، وهنا بيبان الوش الحقيقي لأنكت لانه مش بيحبها وان كل ده كان تمثيل من الاول، وكان كل اللي يهمه العملية بتاعة المس. تعالوا بقى نفك كام لغز كده ونعرف الماس الحقيقي راح فين، ونعرف كمان خطة نيها في انتقامها من أنكت أول ما عرفت إن في مكالمة متسجلة من الناس اللي كان أنكت مأجرهم علشان يسقطوها. الموبايل في الوقت ده وقع منها وسجل كلام أنكت مع الناس، وهو بيقول لهم إن ما كانش في اتفاقنا إنكم تضربوها. وكمان لما نزلت وراقبته شافته وهو بيتكلم وراح يقعد مع نفس الناس اللي ضربوها. ده غير كمان إن هي شافته وهو بعد كل الكلام ده قررت بقى إن هي تنتقم منه بطريقتها، وابتدت نيها تتفق وتعمل اتصالاتها بمعرفة وتطلب منهم المساعدة في تنفيذ خطتها. وبتقول لهم ان فرصتهم جت لحد عندهم في سرقة الناسا، وهيسرقوها وهي فوق على الطيارة على ارتفاع 4000 قدم، لانهم مش هيعرفوا يسرقوها وهي على الارض، لان الجهاز فيه وسيلة تعقب، وان هدفها مش الماس بس، هدفها كمان الانتقام من أنكت. والخطة بقى هتكون في اختطاف الطيارة. بتتفق مع 5 أشخاص هم اللي هيعملوا جماعة إرهابية ويخطفوها، والتحقيق هنا بيفضل شغال مع كل فرد كان موجود في الطيارة. والصحف والأخبار هنا مكملة في إذاعة الخبر بتاع الطيارة المخطفة MX. وزير الداخلية هنا بيتأكد إن دي مش عملية خطف، دي عملية سرقة، وإن الماس الحقيقي اتسرق. وبيجي هنا الدور على نيها علشان يتحقق معاها، وهي هنا في الحمام بتكلم وزير الداخلية بتهدده ان الماس اللي كان بيهربوا على الطيارة هتبلغ الاعلام بيه، وساعتها هيقع في مشاكل كبيرة. وبعدها بتخرج علشان يتم التحقيق معاها. اول سؤال بتتسأله ايه نوع العصير اللي اديتيه للضابط الجوي، وازاي نام وفقد وعيه طول الرحلة، فبتقوله ان هي ما عندهاش معلومة عن الموضوع ده. بعدها بيجيله مكالمة من وزير الداخلية وهو بيسأله انت بتحقق في اختطاف ولا سرقة، فبيقوله انا بحقق في اختطاف. الوزير بيرجع يقول له خلاص مفيش حد اتخطف واسمح للركاب كلهم بالمغادرة، وبيأمره بعدها يبلغ وسائل الاعلام ان الخاطفين اتقتلوا وان الضابط الجوي هو البطل، وخلاص بيتقفل التحقيق على كده. هو بيسمح بعدها لنيها انها تخرج. أنكت هنا بيبدأ يشك ان نيها هي اللي خدت الماس، لان محدش يعرف بوجوده غيرهم تقريبا هم اللي بيجوا 2 هنا ياخدوا أنكت على أوضة فاضية تبع وزير الداخلية، لان نيها بتكون بعت رسالة لوزير الداخلية ان أنكت هو اللي سرق الماس. وبنكمل خطة نيها وبتكون هي اللي حاطت المخدر للضابط الجوي، وكمان اتفقت ان محدش يطلع بمسدس حقيقي، هيكون صلصال وهيتشكل على شكل مسدسات، والماس هيطلع بالضابط الجوي المزيف بدل الضابط الحقيقي. ده غير انها كانت بتتفق معهم كمان انهم يضربوا أنكت ويكسروا مناخيره. نرجع لأنكت اللي بيكون وزير الداخلية ربطه وبيكمل فيه ضربه هو كمان، وهو بيواجهه ان معاه الرقم السري للشنطة على موبايل، وبيرجع يكمل تعذيب فيه. المهم بعد فترة نيها بتروح لأنكت وهو في المستشفى، وبتقوله ان هو لو كان فاكر انه كان بيلعب بيها، فالحقيقة ان هي اللي كانت بتلعب بيه، وعرفت تخدعه بعد ما عرفت حقيقته، لانه كان بيستغلها بس في سرقة الماس. وبتبلغه ان هي سعيدة باللي هي وصلت له دلوقتي. لو انت لسه هنا معايا احب ابلغك ان الفيلم خلص، بس الافلام لسه ما خلصتش، واشوفكم الفيلم الجاي على خير ان شاء الله. كلمة اخيرة، لو عجبك الفيلم ده ما تنساش تضغط لايك واشتراك وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد.